وجدتهم يتحدثون معي على أنه طرح السؤال أيضا هنا، فلذلك هذا السؤال غادي ندير فيه واحد شوية الإضاءات. واش حنا حزب إسلامي؟ وهذا الحزب الإسلامي وكيفاش؟ ما الفرق بين حزب الدولة التنمية كحزب إسلامي أو حزب ذو مرجعية إسلامية؟ ياك حنا كنقولوا ذو مرجعية إسلامية. طيب نحن لما بالمناسبة هذه المفردات هذه اختيار فيها أنا شخصيا اللي بشرت هذا الملف في الحزب منذ أول يوم، وكتبت في هذا كتابات، وأصبحت بعض الكتابات الآن معروفة، أصبحت مرجع في بعض الجوانب، فقط ما نضخموش ثاني بعض الجوانب. أنا أظن بأنه لماذا اخترنا احنا حزب ذو مرجعية إسلامية وحاولنا أن نزيل الصفات الإسلامية عن الحزب، حزب إسلامي. لماذا؟ لأن أولا لفظ إسلامي لفظ مهم يفهمه كثيرون فهما بعيدا عما نقصده نحن. كاين اللي يفهموا إسلامي يعني محتكر للإسلام، كاين اللي كيفهم الإسلامي على أنه متطرف في فهمه للدين أو للإسلام، كاين اللي كيفهم الإسلامي على أنه ينحو التشدد والعنف وفرض الدين على الآخرين. كل واحد اش كيفهم الإسلامي. ثم إسلامي شنو الفرق بينه وبين مسلم؟ هذا حتى هو كيطرح إشكال وكيخلق بحال واحد الطائفة بغات تميز عن الطائفة. صحيح أنه لفظ إسلامي لم يذكر في القرآن. لا ماشي فقط لم يذكر فيه، الذي صاغه أول مرة بعض المستشرقين إسلاميست، اللي كيقولوا كومينيست، واش ثاني سوسياليست، هاد إست فهمتيني، وداروا عليه إسلاميست. حنا ماشي ضروري نتبعوا هاد الباحثين، حنا في الفعل السياسي خلي الباحثين يدبروا مع راسهم يسموا اللي يبغاو. حنا مسلمون مغاربة أبناء هذا الشعب، ما خصناش نتميزوا عليه والو، بالعكس خصنا حنا نكونوا نشتغل لخدمة هذا الشعب، خدمة قضايا، وبالتالي ولكن هذا لا يمنع من أنه هناك مرجعية إسلامية الشعب كيعتز بها، هناك ثقافة مغربية جزء مهم فيها، جزء أهم مهم فيها يعني مرتبطة بالدين وتشبث المغاربة بالدين. فنحن حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية، وهذا يغني داكشي اللي كتقولوا نتوما في الإسلام راه هو اللي تكاين في المرجعية الإسلامية. طيب واش هذا عنده شي تأثير على مستوى عمل الحزب، على مستوى مذهبية الحزب وأدبياته؟ أقول نعم ولا. هذا خصو محاضرة خاصة، محاضرة خاصة. أنا كنت في واحد الورشة في إسطنبول دابا، يلاه جيت عندي 3 أيام، واحد مؤسسة سويسرية اللي نظمتها، ماشي تركي أتراك، ما كاينش كاع أتراك تقريبا، ما كاين شي واحد. هاد الورشة حضروها ناس من، راه كان نبيلة منيب خليتها تما، وكان شي 3 ولا 4 من المغاربة، وكانوا تونسيين، وكانوا كان صلاح الدين الجرشي، بعضكم يمكن كيعرفوه ياك، نور الدين الخادمي اللي كان وزير الأوقاف في تونس حكومة النهضة، كانوا مصريين وكانوا سوريين وكانوا آخرين. فكان الورشة أنا عيطوا عليا خاص على هذا الموضوع ديال العلاقة بين الدين والسياسي. العرض اللي أنا وعارفين الرؤية ديالي اللي مرتبطة على نوع من التمييز. حنا صحيح أنه في التمييز بين الدين والسياسي ما بانش لنا في التسعينيات، ولكن حنا مشينا بالتمييز بحكم الحاجة العملية الوظيفية بين الدعوة والسياسة، بين الجماعة الدعوية والحزب السياسي. ولذلك من البداية بدينا الحزب بقيادة مستقلة عن قيادة الحركة، بمؤسسة مستقلة عن مؤسسة الحركة، بقرار مستقل لا تتدخل فيه قرارات الحركة ولا العكس، وهكذا. فبدينا هالشيء صحيح حنا بديناه بصيغة واحد، صيغة أولية، ولكن كوننا دخلنا حزب آخر اللي كيرأسوا آنذاك الدكتور عبد الكريم الخطيب الله يرحمه إلى آخره،
يمكنش هو يقبل تجي مؤسسه اخرى خارج الحزب بدات تملي عليه القرارات، فطبيعي الحزب يكون مستقل في قراراته. هذا الشيء ساهم حتى في انضاج النظريه، لان احيانا الممارسه العمليه تنضج نظريا، واحيانا النضج النظري يؤثر على الممارسه العمليه ويزيدها انضاجا. شي كاين التفاعل بين النظري والعملي معروف في جميع العلوم، لكن هنا وقع هذا فعلا. ثم من بعد تبلورات القضيه على انه الفعل الدعوي هو فعل عنده طابع خاص، عنده سمات خاصه، عنده وسائل ديالو، عنده منهج فيه. وهذه المسائل في الفعل الدعوي كتميز، تختلف الى حد كبير عن الاهداف والوسائل والمنهج والسمات ديال العمل السياسي. ولذلك الحزب السياسي هو حزب سياسي ماشي جماعه دعويه. وبدات كتطور هذه الافكار الفكره داخل الحزب تدريجيا الى 2002 قررنا اي خطيب جمعه واخا يكون عضو في الحزب لا يترشح الا اذا قدم استقالته من الخطبه تجي قبل ما تاخذ وزاره الاوقاف هذا القرار من بعد، وقبل ما تاخذوا حتى حركه التوحيد والاصلاح لان في 2002 ديك الساعه. وبنا نميل الى ان الناس اللي عندهم الوعظ والارشاد في المساجد من الاحسن ان يقدموا استقالتهم من الحزب ويبقوا اعضاء في الحركه ولا في المجالس العلميه ولا في مؤسسات اللي هي الصق بالدعوه وبالشؤون الدينيه منه في الحزب. اما الحزب وبالمره كنبلوروا هذا الشيء ونطبلوا ونطبع في وثائق الحزب. ولذلك اذا رجعتوا اطروحات الحزب سنه 2008 غتلقاو فيها فقره زد الدين والسياسه تمييز لا فصل. هذه دخلت من ادبيات نشطه انا من مقالات ديالي، دخلت لا العنوان تمييز ولا فصل ولا حتى بعض الفقرات في المضمون يساعد تبلورات نظر. بدات كتبلور نظريه التمييز بين الديني وبين السياسي. ليس معناها ان السياسي لا يخضع نهائيا للدين وخارج عن مبادئه ومعاكس لها وخارج عن اخلاقه وداخل في الحرام، لا، هذا ليس هو المعنى. المعنى انه الدين هو ما يتوجه الى الاخره والدنيا هو ما يتوجه الى الدنيا، ولكن هذاك اللي يتوجه الدنيا راه عنده ضوابط عامه، ولكن هي ضوابط عامه مبادئ ومقاصد والاحكام التشريعيه النهائيه اللي هي قليله. الحرام بالخصوص، مثلا واحد كيبيع ويشري في التجاره فهو في تجارته يجب ان تكون باغي يعني الخير للناس وباغي الربح راسو بطبيعه الحال. ما كاينش تجاره بلا ربح، ولكن ما يديرش الغش، ما يديرش التزوير، الاحتكار، الى اخره. لا يبيع في الحرام الا التزم بهذا الشيء. الاخرى الاولى مبادئ اخلاقيه، هذا هو حكم شرعي ثابت اللي هو تحريم الحرام. الا نجتنب هذا الشيء باقي كله مباح حلال مفتوح للابداع الى اخره. هذا هو الديني، هذا هو الدنيوي. الدنيوي هو من هذا النوع هذا اللي هو مفتوح، وهذا لا يجعل التجاره عملا دينيا. التجاره هو عمل دنيوي باتفاق الجميع، ياك ولا لا؟ السياسي نفس الشيء، السياسي هو عمل دنيوي. ولذلك قال عمر بن الخطاب لما أبو بكر رضي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فسمى تولي الحكم والنقاش حوله والمسؤولية وذلك الشيء سماه من الدنيا فهو من الدنيا، ولكن ماشي معناه ماشي ملتزم بضوابط العامة للشريعة، ولكن عامة. ويفرقون بين الدين وما هو دنيوي. مثلا الغسل يوم الجمعة هو دين لأنه مستحب. غسل يوم الجمعة مستحب فيه أجر، فالإنسان كيديرو تعبدا. ولكن الإنسان دخل شي بلاصة توسخ وخرج قدام جاي يغسل، هذاك راه غسل، هذاك دنيوي، ماشي ضروري تكون فيه النية. بين غسل يوم الجمعة باش يكون فيه الأجر خص تكون النية. كيميزوا بين هذا قالوا العبادة تتميز عن العادة بالنية، وتتميز العبادة عن العبادة بالنية. فهذيك العادة هذاك مفتوح، والسياسة جزء من هذا المجال ديال العادات المفتوح لإبداع البشر وابتكار الإنسان والتطور في المجتمع الإنساني إلى آخره. وسائله لا تنتهي، لكل زمان وسائله ولكل زمان طرق اشتغال فيه ولكل زمان سياسته. ولكن راه المبادئ العامة راه باينة في الدين الذي يلتزم بها المسلم، والحرام راه باين المسلم لا يقربه. من غير هاد الجوج
راه الباقي كله مفتوح. وهذا كلام فيه كلام طويل ماشي بسيط. انا غير اعطيت الملخص. انا عارف بان هذا لا يحسم النقاش عندكم لان خصنا نجلسوا ليه ونذكروا فيه، ولكن الا بغيتوا انا عندي 3 الكتب موجوده في الانترنت يمكن كاع تاخذوها. تحميل تصرفات الرسول في الامامه الدلالات المنهجيه والتشريعيه، هذا الكتاب راه موجود يمكن التحميل ديالو. المنهج الوسط في التعامل مع السنه النبويه ايضا يمكن تحميله. جهود المالكيه في تصنيف التصرفات النبويه يمكن تحميله. هذه الثلاثه كلها عندها علاقه بهذا الموضوع وتشرح فيه، كتشرح بعض الجوانب ديالو. وباقي جايه كتب اخرى. كاين كتاب اخر موجود في الانترنت مع الاسف، الدين والسياسه تمييز لا فصل. وعندي واحد المحاضره سميتها منهج حزب عداله في الاصلاح السياسي، موجوده حتى هي يمكن تحميلها في الموقع ديالي الشخصي. فسائل FA2SAEL هذا راه يمكن تحملوا منه هذا الكتب ب4. هذيك محاضره. كاين واحد المحاضره اخرى طبعت في كتاب ولكن كاينه في الموقع الدوله الاسلاميه المفهوم الامكان، يمكن حتى هي تحملوها. لو بغيتوا تشوفوا بعض الجوانب. نعم حملها. إلا بغيتوا تشوفوا بعض الجوانب ديال النظريه ديال الفكره، بعض الجوانب، لان هي نظريه فيها بزاف الجزئيات. كش علاش فيهم كتب صغيره كل جزئيه فيها وشي كيتبنى على شي وتترابط وكتشكل نظريه مكتمله. نعم ضمن هو انتم قلت علاش كنشرحوا اليوم. لا ما تخافش ما عمرك ما تخاف. ما قلنا قلت لك شي علاش التفاؤل. طبعا ان شاء الله الامور تكون بخير. غير خص تقراو مزيان. فهمتيني؟ خص تقراو. البحث والدراسه والعلم والبحث عن الجوده هذا هو اللي خاص دائما. ما كاينش عملي بدون نظري. ما كاينش الواحد يكون مناضل كيخدم في الواقع بلا ما يكون عنده واحد الفكره لكي يطورها ولكي يدرس بها الافكار. كل حركه اصلاحيه عندها نظريه، عندها فكره نظريه كتشرح بها الواقع وكتشرح بها شنو بغات دير وكتشرح بها المرجعيه ديالها. خص نظريه، هذا هو اللي خص. وان شاء الله ما يكون غير الخير. ارجو ان اكون قد شرحت قليلا هذه القضيه ديال حزب اسلامي، حركه اسلاميه، حزب المرجعيه الاسلاميه. شرحت شويه. ونحن حاولنا ان نجعل ان يكون هناك توازن بين الوطني والاسلامي، بين الاستمداد من المرجعيه الاسلاميه وبين الاستمداد من التيار الوطني والثقافه الوطنيه، باش يكون عندنا توازن. نعتز بانتمائنا لوطننا وفي نفس الوقت نعتز بمرجعيتنا الاسلاميه، وهذا لا يناقض هذا، بل جزء الدفاع عن الوطن من مقتضيات المرجعيه الاسلاميه. من مقتضيات المرجعيه الاسلاميه الدفاع عن الوطن. هذا الوطن اللي دفعنا عليه وحميناه وساهمنا مع الناس اللي فيه على الاستقرار ديالو. راه هذا عمل ليس فقط مشروع دينا ولكن واجب، لأن استقرار الأوطان هذا شيء امتن الله به على الناس. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسأل الله أن يؤمننا من الخوف وأن يوفقنا لما فيه الخير ويهدينا سواء السبيل ويفكهم جميعا. هذه غير دردشة أولية بسيطة. في فرصة أخرى إن شاء الله نتعمق في هذه الأمور، ولكن عندكم الكتب اللي قلت لكم أو محاضرات أخرى موجودة يمكن منها تعرفوا بعض الملامح ديال هذا الشيء. ورجعوا بطروحات الحزب لا الأولى ولا الثانية، كلهم راه جابوا 2 أو 3 صفحات في هذا الموضوع بالذات ديال العلاقة بين الدين والسياسي وديال ما معنى المرجعية الإسلامية. كاين تما ما معنى تطبيق الشريعة وما معنى كاين بعض الإجابات أولية في أطروحة الحزب. الناس ما كيقراوش بزاف. أطروحة الحزب صغيرة قرأ الواحد في نصف ساعة كلها. بالتوفيق. ضر لي بركة. ياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.